من الحاجات اللي تقريبا دمها تقيل على قلبي جدا في المطبخ هو عصير الطماطم. بحس كده بتقل وانا بعمله، فبفضل ان انا اتعب في يوم واعمل كمية محترمة جدا واشيلها في برطمانات او كمان اكياس واشيلها في الفريزر، بحيث اطلع وهي مجمدة كده في الحلة واشتغل على طول. طبعا كل واحد على حسب راحته، وكمان علشان الطماطم بتعمل معانا الدنيئة دايما، يعني تلاقوها فجأة كده سعرها غالي جدا وفجأة سعرها رخيص. فانا بستغل الوقت اللي سعرها رخيص فيه وبجيب كمية محترمة وببتدي ان انا اعملها صلصة. بسبكها كويس جدا واظبطها، اولا ما بتاخدش مساحة، ثانيا بتبقى فعلا حكاية بتوفر عليكي وقت ومجهود. انا اسمي مروة، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي الجديدة. دي من تجهيزات رمضان يا جماعة، السلسلة اللي انا عملتها معاكم. بجهز معاكم دلوقتي حاجة رمضان، يلا بينا. هنختار الطماطم تكون حمرا وكبيرة بالشكل ده، حاولوا تجيبوها سليمة وماسكة نفسها وحمارها يكون حلو زي ما انتوا شايفين كده. بغسلها كويس جدا وبشيل كمان الجزء الاخضر اللي فوق ده. بجيب بقى حلة مناسبة وبحطها زي ما هي كده، ما بقطعهاش. تمام، يعني مفيش ابسط ولا اسهل من كده. اي كمية تقدروا تعملوها في المرحلة دي، يعني مش هتحتاج وقت ولا مجهود معاكم خالص. هنخلط كمية الطماطم بتاعتنا بنفس الشكل. شايفين انا ما قطعتهاش، كل اللي عملته شلت الجزء بس الاخضر اللي فوق. هبتدي انزل كمان بمعلقه من السكر، ودي مهمه جدا عشان تعادل حموضه الطماطم. وابتدي احطها على نار بقى بتكون وسط، مش عاليه قوي ومش واطيه قوي، تقريبا نص ساعه ساعه على حسب ما تاخد معانا. اول ما احس القشره ابتدت تفك كده من الطماطمايه، يعني القشره ابتدت تفك من اللحم بتاع الطماطمايه، كده احنا تمام جدا. بسيبها بقى تبرد تماما وببتدي ان انا اضربها بالهاند بلندر او بالخلاط المتوفر عندك هتضربيها بيه. تتضرب كويس جدا. تقدري بعد المرحله دي ان انت تصفيها وتقدري، لا انا الحقيقه من الناس او من ال اللي ما بيحبوش يصفوا الطماطم. بصراحه بحب استفاد بكل حاجه في الطماطمايه، ما دام ضربها كويس جدا مش محتاجه خالص ان انا اصفيها. بس ده طبعا اختياري وبتاعك انتي. هبتدي ان انا احطها في الاكياس بالشكل ده بعد ما تبرد تماما. وتقدري كمان على فكره تشيليها في برطمانات في التلاجة اطول فتره ممكنه. بجد ما بيحصلهاش اي حاجه خالص، خطيره حاجه كده من الاخر، نظيفه وحلوه جدا. وكمان ما بتاخدش وقت ولا مجهود خالص، وما بتاخدش كمان مساحه في الفريزر بتاعك، ان احنا اوريدي مسبكينها كويس جدا. الحاجات دي لا غنى عنها في رمضان وغير رمضان، لازم يكون في درج اساسي كده في الفريزر للطماطم. بصراحة بيفرق جدا، خصوصا لما بتيجي كده تتجنن علينا وتغلى. جربوها بجد هتعجبكم جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، وقولوا لي رأيكم عايزين ايه تاني من تفريزات رمضان. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مستنية رأيكم بإذن الله في كل فيديوهاتي، وما تنسوش تدخلوا تشتركوا في قناتي على اليوتيوب اسم مروة علاء الدين، اللينك هتلاقوه في أول كومنت. شايفين الطعام. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، باي باي.